نحن رح يصير عنا مجلس شعب. اي نعم، إلا أنه الدخول إلى هذا المجلس شوي شروطه معقدة. 17 بند أو 17 شرط يجب أن تتوفر في أي مرشح أو عضو لمجلس الشعب. 1. أن يكون سوري الجنسية، وهذا أمر مفروغ منه. أن يكون له قيد في السجل المدني. 3. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. 4. أتم 25 من العمر. 5. أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. 6. أن لا يكون محكوما بجناية أو جرم مخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي والأمني. 7. ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011. 8. لم يسبق له أن كان عضوا في مجلس الشعب أو مرشحا له في الفترة ما بعد 2011 إلا إذا أثبت انشقاقه. 9. أن لا يكون من داعمي النظام البائد والهارب والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال. التنظيمات الإرهابية كلياتنا بنعرف عن مين مقصود يعني. وأن لا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج. هذا البند رقم 9 كتير مهم. 10. أن لا يكون منتسبا للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية السابقة والحالية. 11. أن لا يشغل منصب وزير ومحافظ أو نائب أحدهما أو معاونا له. ما بعرف هلا هي الفقرة هي عن السابقين واللاحقين أو بس عن السابقين. 12. أن يكون ملتزما بأحكام الإعلان الدستوري الحالي. 13. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها. يعني مو حي الله اللي بفوت على مجلس الشعب. يعني على عيني وراسي انت شيخ عشيرة، بس شو موقعك بالإعراب تعليميا يعني. اوكي، نكمل. 14. أن يكون مقيم في الأراضي السورية عند الإعلان عن تشكيل اللجنة الفرعية. 15. أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابية. 16. أن يكون معروفا بحيادته ونزاهته. 17. أن لا يكون له عداوات ظاهرة مع أي مكون في دائرته الانتخابية. وإن شاء الله التوفيق لكل المرشحين القادمين أو الأعضاء اللي راح يكونوا موجودين تحت قبة مجلس الشعب.